السلام عليكم، أنا أيمن محمد المدير التنفيذي لشركة جولدن بيلرز. النهارده أنا حابب أكلمك أقول لك ليه الاستثمار في مشروعنا في المدينة الطبية هو أفضل استثمار هتقدر إن أنت تحققه. أول حاجة عامل الندرة، إحنا محققين لك عامل ندرة كويس جدا في كذا شكل. أول شكل إن المشاريع الطبية في العاصمة الإدارية الجديدة عددها قليل جدا، فبالتالي الطبي مطلوب والطبي ليه احتياج شديد جدا في العاصمة الإدارية الجديدة. تاني حاجة محقق لك فيها الندرة إن أنا مشروع طبي متكامل بكامل الخدمات موجود في قلب المدينة الطبية اللي هي مفيش غير مدينة طبية واحدة في مصر كلها، مش بس في العاصمة الإدارية الجديدة. فوجود عامل الندرة معانا هيخلينا ان احنا نحقق استثمار عالي جدا ويخلينا نضمن ان المنتج بتاعنا هو منتج قيم ومنتج مطلوب. تاني ميزة موجودة في المشروع عندنا هو التخصص. في وحدات طب كتير نزلت في العاصمة الإدارية الجديدة بس مفيش منها طبي متخصص. طبي متخصص يعني ايه؟ مبنى طبي بالكامل بيحقق كل الاحتياجات الطبية المطلوبة. كل اللي نزل هتلاقي مباني ميكسد يوز، إداري على تجاري على طبي. لكن مشروعنا مختلف جدا عن أي مشروع نزل لأنه هو مشروع متخصص عبارة عن مستشفى وعيادات. مستشفى هيبقى فيها كل التخصصات المطلوبة بتخدم على العيادات اللي هتبقى موجودة في المبنى. فبالتالي انا عندي مستشفى هيكون فيها غرف عمليات، غرف رعايه، عنايه مركزيه، هيكون فيها غرف اقامه، الحضانات، كل حاجه بقى، مع مركز اشعه، معمل تحاليل، صيدليه، خدمات التمريض، خدمات الكول سنتر، خدمه العملاء، كل حاجه انت ممكن تحتاجها في القطاع الطبي هي هتكون موجوده في المشروع ان شاء الله. فبالتالي انا مشروع متخصص للقطاع الطبي، فهتقدر تكسب منه وهتقدر ان انت لو انت دكتور حابب تشتغل فهتشتغل على احسن وجه. لو انت عميل وعايز استثمار فانا مديك منتج يحقق لك الندرة ويحقق لك التخصص، فهيكون عليه طلب عالي جدا هتقدر ان انت تحقق استثمار عالي منه. تالت ميزة في مشروعنا كان الموقع بتاعه. احنا على مدخل المدينة الطبية مباشر على 3 شوارع رئيسيين في المدينة الطبية، بنطل على حديقتين كبار، فبالتالي انا محقق سهولة الوصول، محقق الفيو المميز جدا لكل الوحدات اللي خلى المشروع عندي كل الاتجاهات بتاعته واجهة. فانا ما عنديش حرفيا وحده ممكن يبقى ليها فيو مش مميز. فانا هنا خدت اعلى ميزه في الموقع ان احنا ممكن نوصل لها. طبعا عشان نكمل النجاح بتاع فكره مشروعنا وعشان نحقق استثمار يكون عالي جدا كان لازم ان احنا نوفر استشاريين هندسيين كويسين جدا يحققوا كل حاجه بقى في المشروع هندسيه، من اول احسن استغلال للمساحات لغايه الترابط بين الخدمات والعلاقه بين المستشفى والعيادات والجزء التجاري، من اول التصميمات الداخليه ما يكونش فيه تهدير في الوحدات، ونحقق نماذج كويسه جدا في التصميم الداخلي ونماذج بيعيه تقدر من خلالها ان انت تاخد عيادتك او تاخد استثمارك وانت مطمن. فعشان كده كان معانا كذا استشاري، يعني المشروع شغال عليه اكتر من 20 مهندس حرفيا، ومنهم اسماء كبيره جدا. عندنا شركه ارك كابيتال الاستشاري الهندسي، باشمهندس تامر حنفي ده الاستشاري الانشائي، شركه بي اي سي دي استشاري اعمال الكتروميكانيكال والاعمال الكهربائيه، واسماء تانية غيرها، وكل واحد فيهم ليه سابقه اعمال وليه شغل ممتاز جدا. فانا ضامن لك من اول يوم تصميم هندسي ممتاز، التزام بمواعيد التنفيذ والتزام بجودة التنفيذ، ربط كويس جدا بين خدمات المشروع وخدمات المشروع تبقى كاملة، والتصميمات ممتازة واحسن استغلال للمساحات. لان الجزء الهندسي مهم جدا في القطاع الطبي انه يتحقق صح عشان تقدر ان انت تنجح المشروع. طبعا الموضوع كان لازم يكمل بالخدمات بقى الهندسيه اللي هي متعارف عليها، يعني هيكون في جنريتور عشان يشغل المبنى كله في حال انقطاع الكهرباء، خدمات الطاقه الشمسيه، الاسانسيرات، المداخل والمخارج بتاعت مختلفه للعيادات وللمستشفى، المداخل والمخارج بتاعت الطوارئ ومداخل ومخارج الاسعاف، كل حاجه بقى ممكن نحتاجها هندسيا هتبقى موجوده في المبنى، الفاير سيستم، السيستم بتاع السكيورتي سيستم، كل حاجه موجوده ان شاء الله كخدمات هندسيه. ثم كملنا ده بالخدمات الطبيه. الخدمات الطبيه كتيره، اللي هو اي حاجه بتحتاجها المستشفى هتكون موجوده، مركز الاشعه بانواعه، اشعه تداخليه، اشعه رنين وخلافه، معمل تحاليل، صيدليه، هيكون خدمات التمريض، غرف العمليات، غرف الرعايه، العنايه المركزيه، غرف الاقامه العاديه وغرف الاقامه الفي اي بي، اماكن اقامه لفريق العمل اللي هيكون جوه المستشفى، طبعا عربيات الاسعاف وخدمات الطوارئ. فكل الخدمات اللي محتاجها مستشفى او محتاجها دكتور هتكون موجوده في المشروع ان شاء الله، من اول زي ما قلنا الندره، الموقع، التخصص، الاستشاري الهندسي، التقسيمات الداخليه، الخدمات،
ثم عشان نكمل القصة كان لازم ان احنا نوصل لبعد التسليم. يعني انا هنا المرحلة اللي درسناها دي كلها قبل ما اسلم او وانا بأسس المشروع. بعد ما اسلمه دي اهم نقطة في الاستثمار، ان انت لازم تشتغل كويس جدا ولازم تبقى ضامن تشغيلك من اول يوم. عشان كده كان لازم وجود مشغل طبي قوي ليه سابقة اعمال محترمة جدا، ويقدر ان هو يشغل العيادات ويشغل المستشفى على اكمل وجه. فهنا كان دور المشغل الطبي اللي هي شركة H2O، واللي بيمثلها دكتور حازم الحداد. دكتور حازم الحداد ليه سابقة أعمال كويسة جدا، وبيشغل أكتر من مستشفى داخل مصر وبره مصر، منهم دار العظام رفايدة. وهيكون معانا دكتور زي دكتور محمد ضياء سرحان، دكتور أحمد عبد العظيم، وغيرهم من الدكاترة ومن الأسماء اللي إن شاء الله هنعلن عليهم دكتور دكتور بالتخصصات وبالأسماء بتاعته. هنا نقطة التشغيل أنا ضامنها لك بنسبة كبيرة، معاك مشغل كويس جدا، معاك أسماء دكاترة في كل التخصصات، أسماء كبيرة وليها وزنها في السوق، هتقدر إن هي تخلي المكان يشتغل إن شاء الله من أول يوم بعد الاستلام. فهنا انت ضامن استثمارك وضامن تشغيلك. النقطة الأهم بقى بالنسبة لأي حد بيستثمر طبعا هي المساحات والأسعار وأنظمة السداد. عشان كده احنا نازلين بمساحات كويسة جدا بيعيا، تقريبا متوسط المساحات 40 متر. الأسعار نازلين بأسعار منافسة جدا في السوق، تقريبا أقل من سعر السوق بأكتر من 25-30%. وده يضمن لك استثمار أعلى، إن أنت بتشتري بسعر أنت كسبان من أول يوم. السوق النهارده بيتكلم بيبدأ من 100 و110 ألف للطبي المتخصص، احنا نازلين بسعر متر يبدأ من 75 ألف جنيه. تاني حاجة أنظمة السداد. أنظمة السداد في القطاع الطبي مضغوطة جدا في العاصمة الإدارية الجديدة، 4 سنين و5 سنين مقدمات كبيرة. احنا نازلين بأنظمة سداد تبدأ من 10% مقدم وبتوصل لغاية 10 سنين سداد. فبالتالي أنا مقدم لك منتج كويس جدا، منتج استثماري مطلوب، بيحقق ندرة، بيحقق التخصص، التميز، الخدمات المطلوبة، ضامن لك التشغيل ان شاء الله من بعد الاستلام مباشر. والمنتج ده كله كملته لك بقيمة سعرية مميزة جدا وبأنظمة سداد مريحة. فاستثمارك مع جولدن بيلرز هو استثمار مضمون واستثمار آمن بأعلى نسبة ممكنة.